السلام عليكم، مرحبا بالجميع، كباركم صغاركم، أهلا بكم. لازال موضوعنا عن الحج من القرآن، وجعلنا هذه الحلقات سؤال وجواب. وذكرنا سابقا، نذكر المشاهدين والمشاهدات أهم شعيرة في الحج كما ذكر لنا القرآن وبين الله لنا في كتابه، وهو الهدي. يعني نحر الأنعام في أثناء الحج. 99% الحج هو الأضحية أو الهدية التي نهديها لله، وشكر لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والأكل منها. تركيز الأكل منها، لأن يوجد حكمة سنذكرها بإذن الله تعالى في حلقات مقبلة بإذن الله. إذا السؤال في هذه الحلقة الثامنة، أين نضحي أو ننحر الهدي كالأنعام، كالأبقار، كالثيران، كالإبل، كالأغنام. إذا هذه الأنعام المكان الذي ننحر فيه ونأكل فيه ونطعم المارة ونطعم أيضا المساكين والمحتاجين. إذا في أي مكان بالضبط؟ الجواب من القرآن، وحي من عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. تركيز دائما على الأنعام التي الله تعالى سخرنا في هذه الحياة. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك ومن يعظم. نحن موضوعنا السؤال: أين ننحر الهدية أو الأضحية في الحج؟ أي المكان؟ إذا ذكر الله لنا كما قلنا الجواب من القرآن، المكان الذي ننحر فيها ونأكل منها ونطعم المارة والحجاج أيضا، وهم أيضا يطعموننا من الأضحيتهم أو الهديتهم، ونحن نطعمهم، والباقي يذهب للمساكين والمحتاجين. إذا ذلك ومن يعظم شعائر الله، أهم شعيرة في الحج. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق قرب البيت. إذا الله تعالى أجابنا جواب من القرآن. الجواب من القرآن، من وحي الله، ثم محلها إلى البيت العتيق. ويبين الله لنا في آية أخرى قوله تعالى، دائما الله تعالى يبين. تبيان القرآن تبيان لكل شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، في 4 حرم، 4 خاصة بالحج. 120 يوما حج وليس شهرا، 100 كما ذكرنا في حلقات سابقة، يومان أو 3، والإنسان يرجع إلى بيته وأشغاله كما ذكرنا، ويأتي لأنه سيأتي ناس كثيرة، من كل فج عميق سيأتي ناس بالملايين. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم،
هديا بالغ الكعبة، مثل الحج، هديا بالغ الكعبة، يعني قرب الكعبة تنحر، يعني وتكون الأمور منظمة، يعني والمياه متوفرة للغسيل، ويجعلون يعني قرب الكعبة أماكن يعني فيها يعني مخصصة للنحر وتسهيل، لأن سيأتي أناس يعني من كثيرة وبالملايين يومين أو ثلاثة، إذا كان متعجلا الحاج يومين أو ثلاثة ويرجع إلى بيته ليترك مكانه للناس، سيأتي من كل فج عميق. إذا هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة، سنذكر كل كبيرة وصغيرة عن الحج من القرآن. إذا المكان الذي ننحر فيه الهدية ونشكر الله ونذكرها ونأكل منها التركيز، ونأكل منها الله تعالى ركزنا على ونأكل، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. إذا وأيضا البدنة جعلناها من فاذكروا اسم الله عليها صوم، فإذا وجب الجوع فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، يعني المارة الذي ثاني أيضا الذي يعني أيضا الحاج أيضا الذي ضحى قربك أيضا تطعمه، وهو يطعمك من أضحيته، وأنت تطعم الناس وتطعمه أيضا. تعالوا وكلوا من يعني تنزع جزء منها يعني وتشويه أو تطبخه يعني وتأكل منه أولا وتطعم المرة والمحتاجين والحجاج أيضا الذين معك. وهذا هو موضوعنا عن قرب الكعبة، يعني تكون أمور منظمة، تكون نظافة، تكون مجدين، يعني استعداد، لأن سيأتي يعني أناس كثيرة وأضحيات كثيرة قرب الكعبة، يجب أن تكون أمور منظمة يعني ومتوفر المساعدين والذين يساعدوك في النحر والغسيل والسلخ وحتى يعني التقطيع. إذن اتقوا الله يعلمكم الله، هذا الدين هذا للجميع. انتظرونا لنكمل موضوعنا الحج من القرآن. سلام.